هنالك الكثير من الأنميات، بعضها ممل وله نهاية لا معنى لها، أو بالأصح أنمي بدون أي معنى. ومن أمثلته هذا الأنمي الذي سوف نتحدث عنه اليوم. تبدأ الحكاية من هنا. هذه العائلة كان لديهم حفل، هذا هو الأب وهؤلاء أولاده. يذكروني بهذه الفرقة الكورية، إنهم يشبهونهم تماما. هذه الفتاة هي الخادمة الجديدة في القصر، سوف تبقى تتعثر وتكسر الأغراض طوال الأنمي. وأتى هذا صاحب النظارات وأسقط العصير على الأرض، ورأتها هذه الخادمة الأخرى التي اسمها تاي. نعم، اسمها تاي، لكن ليس تاي في تلك الفرقة الكورية. لا أدري ما قصتهم مع هذه الفرقة، لكن لا بأس. ووبختها تاي، وبعدها تذهب تلك الخادمة لتحضر العصير، وبعدها تنصدم بنفس الشخص. تخيلوا معي. وأحضرت العصير وأتت مسرعة وتعثرت وسقطت في حضن السيد الكبير. وأتى ابنه الثاني وكان يحاول قتل هذه الخادمة، وصار مثل طرزان، لكنه بالنهاية سقط على الأرض. إنه أحمق. والسيد الكبير بدأ يضحك ولم يغضب. وأتى هذا الأحمق الثاني هو واختراعاته، وقال لها دعيني أريك شيئا، وضربها على أنفها. ما هذه المزحة؟ وأتى طرزان مجددا ومعه صاحب النظارات، وحاول طرزان قتلها مرة أخرى، لكنه تركها بالنهاية. وهذا الأخ اللطيف اعتذر منها وأعطاها منديل. ونزل هذا الأخ الآخر الذي ينام كثيرا مثل الكوالا، وتحدث مع هذه الخادمة، لكنها قالت له لماذا تتحدث معي؟ وأجابها بأنه لا يوجد سبب محدد، لكنه من لا يرغب بوجود فتاة لطيفة هنا للعمل. وهذه الخادمة احمرت خجلا، وأتت لها تاي وأخبرتها بأن تعود إلى العمل. وهنا والدهم العجوز جمعهم ليقول لهم شيء، وأخبرهم بأنه سوف يتقاعد وسوف يسجل أملاكه كلها لولد واحد فقط. وعرفنا بأن هؤلاء الإخوة ليسوا إخوة حقيقيين، يعني أن هذا العجوز تزوج أكثر من امرأة، يعني كل شخص له أم مختلفة. وأخبرهم من يستطيع إمتاعي سوف يحظى بإرث هذه العائلة، وأعطاهم مهلة 10 شهور. وضحك ابنه الكوالا من كلام أبيه. حقه يضحك، ما هذا الشرط الغريب؟ هل هم قرود لكي يضحكوه ويمتعوه؟ المهم، وهنا كان الإخوة ذاهبون إلى المدرسة، وطلب من الخادمة أن تعد له الطعام، وأعدته له وذهبت ورمى الطعام على الأرض ووبخها. وفي الصباح ذهبت لتعطي كوب الشاي إلى الابن الأكبر، وكالعادة تعثرت وسقطت وانكسر منها الكوب. وأتى صاحب النظارات ووبخها أيضا، وبدأت تبكي. إنه فيلم هندي، وتقرر أن تعمل بجد لكي لا تطرد، لأنها بحاجة إلى المال لمساعدة أهلها. وعاد هذا الأحمق من المدرسة وكان مريضا، وكانت الخادمة قلقة عليه، وخرج من غرفته وسقط، لكنها أمسكته. وبعدها أتتها رسالة من أهلها، وكتب بالرسالة بأنها يجب عليها أن تتزوج. وعندما كانت تنظف الحديقة سقطت منها الرسالة، وأخذها الأخ وقرأها وأخبر إخوانه، لكنهم لم يهتموا بذلك. وكان يريد إيقاف خطبتها، لذلك يقرر الذهاب إلى بيتها، وذهب إخوانه معه لأنهم يريدون الذهاب إلى الينابيع الساخنة القريبة من بيت تلك الخادمة. ووصلوا إلى هناك، وفي صباح اليوم الثاني ذهب أخاهم إليها وأقنعها بالعودة للعمل معهم، ووافقت وأقنعت والديها على رفض الزواج، وعادت للعمل لديهم في القصر. وكان لديهم حفل، وسمحوا للخادمة بالرقص معهم، وانتهى الأنمي. هذا الأنمي بدون أي معنى، وأنا منزعجة جدا لأنني شاهدته حرفيا. لقد أضعت وقتي، كان يجب علي أن أكمل مشاهدة أنمي وان بيس.